ليش بعض الأحيان الأشخاص ما يتقبلون من عندنا النصيحة رغم إحنا نحبهم ونريد مصلحتهم؟ شوف عزيزي، أحيانا المشكلة ما تكون بالنصيحة نفسها، يعني صحة النصيحة هي صحيحة من ناحية المضمون وهي مجربة مثلا وعلى أمور علمية، تجارب علمية. لذلك إحنا لازم نفرق بين شغلتين: صحة النصيحة ومناسبة النصيحة. إذا كانت النصيحة صحيحة فلازم تكون مناسبة، وشون تكون مناسبة؟ لازم تكون خارجة من الشخص الصح، زين؟ لأنه علاقة الناصح بالمنصوح هم مهمة وتأثر بالنصيحة، تقبلها يعني. وهمتين لازم تكون نصيحة جاية بالوقت المناسب، مو بوقت ضغط على الشخص أو بوقت انخراط الشخص بوضع عاطفي ما يخليه يستقبل أي نصيحة. فهاي نقطة ثانية مهمة. وثالث نقطة وهي مهمة جدا جدا جدا، أنه تكون نفسية المنصوح مناسبة لاستقبال النصيحة، زين؟ لأن مرات نفسيته ما تتقبل تستقبل أي نصيحة. لذلك دي ثلاث أمور ممكن تغير من مجرى النصيحة وتقبلها منك. برأيك أنت، هم تتقبل النصيحة من واحد صغير أو لا؟ زين؟ إذا تقبل النصيحة من واحد صغير فاكتب رأيك بالتعليقات.